صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. إحدى أهم محددات جودة حياتك هي جودة علاقاتك، وفي مفكرين وفلاسفة وسايكولوجيستس كتير بيعتبروا إن هي المحدد الأساسي. ولو اتكلمنا عن دايرة العلاقات القريبة في حياتنا، الأهل، الإخوات، الزوج، الزوجة، الأولاد، الشركاء العاطفيين، الأصدقاء المقربين، أي حد من الناس دي عمر ما علاقتنا بيه هتبقى علاقة جودتها عالية إلا لو كان فيها أمان عاطفي. وده موضوعنا النهاردة، الأمان العاطفي، الإيموشنال سيفتي. إيه هو الأمان العاطفي؟ إيه معناه؟ الأمان العاطفي هو ببساطة إن أنا أبقى حاسة بالأمان الكافي في علاقتي بشخص، إن أنا أعبر عن نفسي بشكل كامل وبشكل حقيقي، وإن أنا أبقى في العلاقة دي مع الشخص ده my most authentic self، أبقى نفسي الحقيقية تماما، أبقى قادرة أبقى على طبيعتي من غير ما أبقى خايفة. بتفصيل أكتر شوية، معناها إن أنا أبقى عارفة إن أنا أقدر أشارك أي حاجة مع الشخص ده، أقدر أبقى صريحة في أي حاجة، أقدر أحكي أي حاجة، أقدر أقول أي حاجة تخصني، أي حاجة عن نفسي، عن مشاعري، من غير ما أبقى خايفة إن هو يحكم عليا أو إن هو يعاقبني عليها عاطفيا، يعاملني بطريقة مختلفة، أو إني أبقى شايلة هم إن صورتي هتتغير في عينه، إن مشاعره هتتغير ناحيتي، إنه هيبصلي بصة مختلفة. لو كنت صريحة معاه، لو بينت لحظة ضعف، لو حكيت حاجة ممكن تكون مش مبيناني في أحسن صورة، لو بينت ال insecurities بتاعتي، لو بينت ال vulnerabilities بتاعتي، وإن أنا أبقى مطمنة ومتأكدة إن الشخص ده حتى لما يبقى زعلان مني، حتى في وقت الخلاف، حتى في وقت الغضب، مش هيستغل الحاجة دي ضدي. وبالتالي ده بيخليني قادرة إن أنا أبقى relaxed في وجود الشخص ده، إن أنا أبقى relaxed جوه العلاقة دي، مش عايشة on edge، مش عايشة على أعصابي، مش عايشة طول الوقت قلقانة أو خايفة. مبقاش وأنا في صحبة الشخص ده ببقى خايفة إن أنا أبقى على طبيعتي، خايفة إن أنا أتكلم براحتي، بعمل حساب لكل كلمة ولكل تصرف، بحسب كل حاجة في دماغي قبل ما أعملها. الأمان العاطفي مهم جدا ومحتاجينه إنه يكون موجود في كل علاقاتنا القريبة وكل العلاقات اللي بتاخد مساحة كبيرة ومساحة مهمة في حياتنا. في علاقة الأهل بأولادهم، الأمان العاطفي ضروري جدا للنمو النفسي والعاطفي الصحي للأولاد دول. وفي علاقات الحب والارتباط والجواز، الأمان العاطفي شيء أساسي علشان نقدر نوصل لدرجة القرب العاطفي اللي تحقق لنا احتياجاتنا من الحب والكونكشن، واللي هو دور أو سبب أساسي لوجود العلاقة دي في حياتنا أصلا. بس علشان أقدر إن يبقى عندي أمان عاطفي في علاقتي بأي حد، علشان أقدر أوجد أمان عاطفي في علاقتي بولادي، أو علشان أقدر إن يبقى عندي أمان عاطفي في علاقتي بحد أنا بحبه أو مرتبطة بيه، لازم الأمان العاطفي يبتدي من علاقتي بنفسي. لو أنا ما عنديش أمان عاطفي في علاقتي بنفسي، مش هعرف إن يبقى عندي أمان عاطفي في علاقتي بأي حد تاني. إيه شكل الأمان العاطفي في علاقتي بنفسي؟ إمتى يبقى عندي أمان عاطفي في علاقتي بنفسي؟ لما أكون بقدر أسمح لنفسي إن أنا أحس بكل مشاعري من غير حكم، من غير انتقاد، من غير تجنب، من غير هروب منها بإني أخدرها علشان مش مطمنة إن أنا أحسها، وأكون بقدر إن أنا أتعامل مع كل أفكاري وكل مخاوفي وكل الانسكيورتيز بتاعتي، الحاجات اللي أنا مش بشوف نفسي كويسة فيها، الحاجات اللي ما عنديش ثقة في نفسي فيها، الحاجات اللي بشوفها وحشة في نفسي، اللي مش عاجباني في نفسي. إن أنا أبقى بقدر أشوف كل ده وأتعامل معاه من غير تسخيف، من غير تعنيف، من غير قسوة. أوقات كتيرة قوي إحنا بنبقى بنحكم على مشاعرنا، انت ليه متضايقة؟ ايه العبط ده؟ انت كل حاجة بتتضايقي، انت حساسة كده ليه؟ انت ليه خايف من كذا؟ انت ليه ضعيف كده؟ انت كذا، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وأوقات كتير بنخاف إن إحنا نحس بمشاعرنا، ما بيبقاش عندنا الأمان الكافي في علاقتنا بنفسنا إن إحنا نحس بمشاعرنا، بنهرب منها، بننكرها، أو بنتجنبها بإننا نعمل numbing أو buffering. numbing يعني تخدير، و buffering يعني إننا نعمل عازل ما بين مشاعرنا وما بين إحساسنا بيها. بنعمل النومينج أو البافرينج ده بالأكل، بالشرب، بالصرف، بالتلفزيون، بالمخدرات، بالسفر، بالشغل، بالرياضة، وحاجات تانية كتير، حاجات كتيرة قوي قوي بنستخدمها علشان نعمل numbing أو buffering لمشاعرنا. وبما إنه الحاجات دي فيها حاجات عادي إن أنا أعملها زي الأكل والتلفزيون والصرف، وحاجات حتى مفيدة إن أنا أعملها زي الشغل أو الرياضة، فإزاي أعرف إن أنا بعمل الحاجة دي كنوع من أنواع النومينج أو البافرينج لمشاعري
مش علشان ده العادي أو حتى ده الصحي. أعرف إن أنا باعمل numbing أو buffering بالحاجة دي لما أكون بعملها أكتر من الطبيعي أو الصحي أو المفيد بتاعها، لما أكون بعملها مش في محلها، لما أكون بشتغل حتى في الوقت اللي المفروض الطبيعي والصحي إن أنا أبقى فيه نايم أو في البيت مع مراتي أو مع ولادي أو في حاجة تانية، ده وقتها. لما أكون مقضي اليوم كله في الجيم رغم إنه في جزء من الوقت ده في حاجات تانية أولى بيه، في حاجات تانية محتاج إن أنا أبقى بعملها. لما أفتح الفريزر وآكل علبة الآيس كريم كلها وأنا عارفة إن ده مش صح بالنسبة لي أو هيضرني. لما أبقى بتفرج على التلفزيون حلقة ورا حلقة ورا حلقة ورا حلقة في الوقت اللي المفروض أبقى فيه بذاكر أو بشتغل أو بعمل حاجة تانية. لما أدخل أونلاين وأصرف فلوس كتير في حاجات أنا عارفة إنها مش مهمة وإن الفلوس دي هيضايقني بعد شوية إن أنا صرفتها في الحاجات دي. لما أبقى بعمل كده، لما أبقى بستعمل الحاجات دي حتى لو هي حاجات عادية أو حاجات مفيدة بس أنا بعملها أكتر بكتير من وقتها أو القدر بتاعها أو بستعملها مش في محلها، ساعتها أبقى بهرب من مشاعري أو بتجنبها أو بخدرها عن طريق الحاجات دي. طيب بالنسبة لأفكاري، بالنسبة لمخاوفي، بالنسبة للإنسكيورتيز بتاعتي، هل بتعامل معاها بطيبة، برحمة، بطبطبة، بتفاهم؟ هل بقول لنفسي كلام زي عادي كل الناس بتحس كده، طبيعي إن أنت تحس كده، طب إزاي ممكن نحس أحسن؟ ولا بقول لنفسي حاجات زي عشان أنتي تستاهلي، عشان أنتي غبية، لو كنتي عملتي كذا ما كانش حصل كذا، أنتي كده دايما فاشلة، أو أنت كده دايما حظك وحش، أنت كده دايما نحس ومفيش فايدة فيك، حاجات من النوع ده. وفي حاجات يمكن أقصى وأعنف من كده بكتير، يعني دي مجرد أمثلة، بس في حاجات أقصى وأعنف من كده بكتير الناس أحيانا بتقولها لنفسها. وزي بالظبط علاقتي بطفل صغير، لو كل ما يجي يكلمني في حاجة بكلمه بشويش بطبطب عليه بقوله كلام يهديه ويطمنه وابقى حنينة معاه، هيحس بالأمان إن هو يحس أي حاجة قدامي ويبين إحساسه ويعبر عن اللي جواه ويحكي لي أي حاجة ويشاركني في أي حاجة ويبقى في بينا مساحة من الأمان العاطفي. لكن لو أنا دايما بنتقده، دايما بحكم عليه، دايما بقوله كلام قاسي، دايما ما بديلوش مساحة إن هو يعبر عن إحساسه وحسسه إنه إحساسه ده valid، مش هيبقى فيه بيني وبينه أمان عاطفي. نفس الحكاية بالظبط مع نفسنا. طيب إيه اللي بيحصل لما يبقى مفيش أمان عاطفي في علاقة شخص بنفسه؟ ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي غالبا لحاجة من الاتنين، يا إما بيكون علشان ما عندوش أمان عاطفي ما بينه وما بين نفسه، مفتقده قوي ومحتاج له قوي، محوج له قوي، لدرجة إنه أول ما بيحس إن هو لقاه مع حد، أول حتى ما بيتصور إن هو لقاه مع حد، أول ما حد بيعرف يحسسه بالإحساس ده، سواء ده كان حاجة genuine، حاجة حقيقية، أو حاجة فيها نوع من أنواع المانيبيوليشن، فيها نوع من أنواع التلاعب، أول ما بيحس بيه ما بيصدق إن هو لقاه وبيتعلق جامد جدا بالشخص ده وبسرعة جدا، وممكن يتغاضى عن مشاكل تانية كبيرة جدا أو عيوب تانية كبيرة جدا ممكن تكون ظاهرة للناس التانية أو ممكن حتى هو نفسه يشوفها بعد كده، بعد ما يكون اتعلق قوي للدرجة دي، بس يتغاضى عنها أو يبررها عشان للدرجة دي محتاج الإحساس ده وللدرجة دي كان محروم منه ومفتقده وما صدق إنه حسه واتعلق بيه. وكلنا بنشوف ده حوالينا أحيانا، تشوف حد أنت تعرفه، حد أنت قريب منه في علاقة واضح جدا إن هي علاقة مؤذية أو علاقة مش مناسبة ليه، بتأثر على حياته تأثير سلبي، وتلاقيه متمسك بالعلاقة دي جدا ويقولك أصلي حاسس بالأمان. زي واحدة مثلا بتحب واحد متجوز وتقولك أصل هو بيحسسني بالأمان، وانت تبقى هتتجنن بقى، أمان إيه يا بنتي؟ دي مش بس علاقة ما فيهاش أي أمان، دي علاقة تقريبا ما فيهاش علاقة. بس هي ما صدقت إن حد يحسسها إن هي قادرة تبقى نفسها وإن هو بيحبها وهي نفسها وقادرة تبقى على طبيعتها وقادرة تبقى معاه بأي طريقة وهي عاجباه كده زي ما هي، او محسسها ان هي تقدر تقول له اي حاجة وتقدر تحكي له اي حاجة ومفيش اي حاجة بتغير نظرته ليها. او مثلا واحد بيحب مراته ومش عايز يخسرها بس على علاقة بواحدة تانية او متجوز واحدة تانية، واضح جدا بالنسبة لك انت مثلا كصاحبه او اخوه او whatever ان هي بتمانيبيوليت him، ان هي بتتلاعب بيه، بس هو ما صدق يحس ان هو قادر مع حد ما يبقاش دايما قوي، ما يبقاش دايما ثابت، ما يبقاش دايما in control، وهي محسساه انه يقدر يبقى كل الحاجات دي من غير اي قلق، بس في نفس الوقت بتتلاعب بيه تماما من ناحية تانية. دي الحالة الأولانية اللي ممكن تحصل لما يكون مفيش أي أمان عاطفي في علاقتي بنفسي، ما عنديش أمان ما بيني وما بين نفسي.
الحالة التانية أو الاحتمال التاني إن أنت أو أنتِ لو ما عندكش أمان عاطفي في علاقتك بنفسك، ما تبقاش عارف أصلًا إيه هو الأمان العاطفي، ويبقى عادي بالنسبة لك جدًا أو عادي بالنسبة لِك جدًا إنِّك تبقي في علاقات ما فيهاش أي أمان عاطفي، وأنتِ مش فاهمة إيه اللي مفقود، أو أنت مش مُدرك صعوبة إن أنت تعيش بالطريقة دي، فتلاقي ناس عايشة مع ناس، أحيانًا ناس متجوزة ناس وعايشين معاهم بقى لهم كتير، وما فيش بينهم أي درجة من درجات الأمان العاطفي. فتلاقي الطرفين أو أحد الأطراف ما عندوش أي إحساس بالأمان إن هو يبقى نفسه في العلاقة دي أو إن هو يبقى نفسه قدام الطرف التاني، وحاسس إن دي حاجة عادية، إن هو ما يبقاش على طبيعته مع الطرف التاني، مع الشخص اللي هو عايش معاه، ما يقدرش يعبر عن نفسه بصراحة، ما يقدرش يبين لحظة ضعف، ما يقدرش يبين حاجة غلط لحسن تتمسك عليه، ما يقدرش يبين حاجة فيها insecurity لحسن تستخدم ضده، ما يقدرش يبين لحظة vulnerability لحسن هيدفع تمنها. لازم طول الوقت يحافظ على صورة معينة قدام الطرف التاني، لازم يحمي نفسه عاطفيًا من الطرف التاني، لإنه عادي جدًا إنه في وقت الخلاف الطرف التاني يأذيه أو يستغل أي حاجة يعرفها عنه أو يقصد إن هو يجرحه أو يقلل منه، وتبقى دي الحياة، عايشين كده عادي ومش عارفين إيه المفقود أو إنه أصلًا في حاجة مفقودة أو إنه ده مش عادي ومش طبيعي إن إحنا نبقى عايشين بالطريقة دي. لكن كل ده صعب جدًا إن هو يحصل لو في درجة كويسة من الأمان العاطفي في علاقتي بنفسي، ولا هابقى مفتقد ده لدرجة إن أنا ما أصدق إن أي حد يحسسني بيه، فاحس إن أنا أخيرًا شميت نفسي بعد سنين مش عارف آخد نفسي، أحس إنه أخيرًا أقدر أبقى على طبيعتي، وأبقى محبوب ومقبول ومتقدّر وحاسس بالأمان وأنا على طبيعتي، ولا هابقى متعود على عدم الأمان ده، متعود على إنه المشاعر بتُقابل بالطريقة دي، الinsecurities والvulnerabilities بتتعامل بالطريقة دي، فأقبل ده من شخص تاني، أقبل إني أعيش بالطريقة دي. علشان كده قبل ما ابتدي حتى أدوّر على الأمان العاطفي في علاقاتي بالناس اللي حواليّا، وابتدي أقيّم العلاقات دي فيها أمان عاطفي والّا لأ، لازم الأول أدوّر عليه في علاقتي بنفسي، وأشوف هل هو موجود في علاقتي بنفسي والّا لأ، ولو مش موجود أوجده، علشان أقدر إن أنا لو عندي ولاد أدّيهم ده، فما يكبروش هُم كمان من غير أمان عاطفي، أو أقدر إن أنا ما أدخلش في علاقة، ما أقررش إن أنا أعيش مع حد ما فيش بيني وبينه أمان عاطفي، ولو في حياتي علاقات ما فيهاش أمان عاطفي لازم أحجمها، لازم ما أخليش مساحتها كبيرة، لأن كل لحظة أنا بابقى فيها حاسس إن أنا مش قادر أبقى نفسي، حاسس إن أنا ما ينفعش أبقى نفسي، في حاجة فيا بتطفي، فمن حقي إن ده يبقى موجود على الأقل في جزء كبير في حياتي. ممكن ما يبقاش موجود بشكل كامل في الشغل مثلًا، مش كل الناس عندها فرصة أو رفاهية إن هي تقدر إنها تحقق طموحاتها أو تدخّل الدخل اللي هي عايزاه من شغل قادرة فيه تبقى نفسها 100% ومتماشي مع طبيعتها وشخصيتها وكل الحاجات دي، أحيانًا كتير ده ما بيبقاش متاح لينا، ما فيش مشكلة، بس على الأقل في بقية حياتي، على الأقل وأنا في بيتي وأنا مع أصحابي وأنا مع مراتي أو مع جوزي وأنا مع الناس القريبين في حياتي أبقى عندي ده، ممكن يكون بدرجات متفاوتة بس بدرجات معقولة، وكل ما كانت الدرجة في العلاقة قليلة كل ما أحجم العلاقة دي، أقلل مساحتها في حياتي، أقلل الوقت اللي باقضيه مع الشخص ده، علشان ما الاقيش نفسي باتطفي وفقدت البريق بتاعي. وأنا يعني نادرًا لمّا باخُص رجالة وستات بحاجة، باعتبر إنه البني آدمين بني آدمين، وأغلب الحاجات اللي أنا باتكلم فيها بتنطبق على الاتنين، بس الحقيقة إن أنا عمري ما سمعت ست قالت على راجل إن هو فقد البريق بتاعه أو إن دي المشكلة في حياتهم أو في علاقتهم، بس سمعتها كتير من رجالة. فيا ريت أي راجل حاسس إنه مراته فقدت البريق بتاعها يسأل نفسه قد إيه المساحة اللي عندها إنها تبقى نفسها في الحياة دي، في العلاقة دي معاه، في بيتهم، في حياتهم بشكل عام، وهل عندها مساحة زي دي أصلًا والّا ما عندهاش خالص؟ طيب لو لقيت إنه الأمان العاطفي في علاقتي بنفسي بعافية حبتين وحاسس إن أنا محتاجة أحسّنه ومحتاجة أشتغل عليه، إزاي أقدر أعمل ده؟ زي بالضبط لو هاحاول أعمل ده مع طفل صغير، لازم أبني علاقة تسمح بده، لازم يبقى في وجودي عنده مساحة إنه يعبّر عن نفسه، إنه يعبّر عن مشاعره، من غير ما المشاعر دي يتقال عليها إنها غلط أو إنها ما يصحّش، من غير ما أستهزأ بمخاوفه أو أسخّف من أفكاره، أبقى طيبة معاه، أبقى حنيّنة معاه، أسمعه وما أنكرش عليه حقه إنه يغلط، إنه ما يبقاش perfect، وأحسّسه إنه معايا هو دايمًا مقبول ومحبوب بشكل غير مشروط. فده اللي أنا محتاجة أعمله لو عايزة أوجد مساحة من الأمان العاطفي في علاقتي بولادي لو أنا عندي ولاد، وده اللي أنا محتاجة أعمله مع نفسي.
هو قول. هسيبكم مع مقولة لجون جوتمان بتقول: A strong relationship is built not on perfection but on the ability to feel safe enough to be imperfect. العلاقة القوية لا تبنى على الكمال بل على القدرة على الشعور بالأمان الكافي لنكون غير كاملين. لو عندكم أي أسئلة، تعليقات أو اقتراحات تقدروا تبعتولنا على الإيميل podcast@yomnalmasri.com. لو الحلقة عجبتكم ممكن تسيبوا ريفيو، ولو حاسين إن حد تعرفوه ممكن يستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة ياريت تبعتوها له. لو عايزين تتابعوا الحلقات الجاية ممكن تعملوا سبسكرايب علشان مفيش حاجة تفوتكم وعلشان ده بيساعد البودكاست إن هو يستمر. دي كانت حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية.